الحمد لله رب العالمين. قال الإمام العارف بالله الصديق ابن المعروف القريني اليمني المتوفي بالمدينة المنورة سنة 896 هجريا رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال في كتابه بهجة الأنوار وحضرة الأسرار ومجالس الأذكار في ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الملك الرب الإله المعبود القاهر القادر البديع الفاطر الخالق البارئ المصور الحكيم الرحيم الودود الذي حوض بره للأنام مورود وبابه عن سؤال غيره مسدود وسائله غير مردود وليس غيره ولا معه أحد مقصود الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فرجاء عبادي بحبله مشدود جابر كل كثير وناصر كل مستضعف وحقير وملجأ كل ملهوف ومطرود القادر الذي أنفذ إرادته بقدرته فيما شاء كيف شاء في من شاء من بريته الجابر الذي لا يخرج أحد عن قبضته وتقصر أيدي الأفهام دون حما حضرته مقدس عن كل ما يخطر بالبال أو يدخل تحت وهم وخيال منزه عن كل وصف يدركه حس أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أحد جل عن الغير في أحديته واحد فلا ثاني له في وحدانيته صمد فلا مقصود ولا معبود سواه لبريته الذي استخلص وأخلص من العوائق والأغيار خواصه وأهل حضرته فنور منهم البصائر وصف منهم السرائر وملأ بحبه منهم القلوب فحنت منهم الأرواح إليه شوقا وهامت القلوب بحبه شغفا فأصبحت العقول والهة حيراء قد أثملها الغرام سكرا وهزها الوجد طربا لما سرى لما سرى نشر شذاطي بخطابه لهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأرواحهم في رياض الجنان ومراتعها تسرح مرتاحة هادرة بألحان ذكره تصدح
أحمده وهو ولي الحمد ومتوليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كبريائه ومجده وتعاليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب النبي والشفيع الوجيه، صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة دائمة ترفعه وتسعده وترضيه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأقاربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كانت أنواع الطاعات والقرب بكل طاعة يتعرض لها العبد لمرضاة الله تعالى ويقصد بها وجه الله تعالى، مقصودة الإقامة ذكر الله، مقصودة لإقامة ذكر الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فصار نور الذكر شاملا لجميعها ومهيمنا عليها، وأناب إلى الله وأنس بذكره جماعة من الإخوان بتوفيق الله وحسن رعايته وهداية حسن ترقيبهم وإعانتهم فيما رغبوا فيه وتوجهوا إليه، فقد قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقيل أيضا: أصحب من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. ودلائل ذلك كثيرة مشهورة، يسر الله منها طرقا يسيرا يسر الله منها طرقا في جمع شتى من فضائل الذكر، مما يعنس به كل ذاكر منيب، يرتع كل محب عاشق كيس لبيب. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. باب فضل ذكر الله تعالى وعلو شأنه، التمسك به والتجرد له، وقطع القواطع عنه والاستقامة عليه والمعاونة فيه. وقد ورد في ذلك من الآيات والأخبار والآثار ما لا يحصر. أما الآيات فقد قالت الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم وناهيك به فضلا. وقال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي بالليل والنهار، في البر والبحر والسفر والحضر والقنا والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وقال تعالى في ذم المنافقين:
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما له وجهان أحدهما أن ذكر الله لكم أكبر من ذكركم إياه، والآخر أن ذكر الله أكبر من كل عبادة، وقيل أكثر تأثيرا في دفع المذموم وجمع المحمود. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الآية. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ونهى عز وجل عن الغفلة وزجر عنها فقال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ونهى المؤمنين خصوصا عن اللهو بمهمتهم عن ذكر الله، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذم ذلك فقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وصرح بظلم من منع ذكر الله، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ونهى عن إيذائهم، فقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأمره بالصبر مع المنيبين إليه ونهى عن اجتناب، فقال عز من قائل عليم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأمره بالإعراض عن الغافلين، فقال تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وزهد عبيده فيما عندهم ورقبهم فيما عنده، فقال تبارك وتعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وبالجملة فذكر الله تعالى باق لك عنده كما قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الولد والأهل والمال ففان وليس بباق كما قيل. وما المال والأهل إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع. وأما الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما صدقة أفضل من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجله من عذاب الله من ذكر الله. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، ثم يضرب به حتى ينقطع. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولهذا فضل الذكر في الأسواق. فقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة، معناته مليون، ومع عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة، وبنى له بيتا في الجنة. وكان ابن عمر وسالم بن عبد الله ومحمد بن واسع وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر. وكان قتيبة بن أسلم يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقول ثم ينصرف. وقال الحسن: ذاكر الله في السوق يجي يوم القيامة وله ضوء كضوء القمر وبرهان كبرهان الشمس، ومن استغفر في السوق غفر له بعدد أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله تعالى يدخلون الجنة وهم يضحكون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟
أي الأعمال أفضل أحب إلى الله تعالى؟ فقال أن تموت ولسانك رطيبا من ذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أصبح وأمس ولسانك رطبا من ذكر الله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله وفي إعطاء المال سحا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله تعالى لكان الذاكر لله أفضل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العباد أرفع درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قيل: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله عز وجل؟ قال: لو ضرب بسيفه في المشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون كثيرا أفضل منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. أكثر من ذكر الله حتى يقول مجنون. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. والمفردون المستهترون هم المتخلصون لعبادة الله تعالى المتخلفون بذكر الله عن الناس المعتبرون فيه المتبتلون إليه، الذي وضع الذكر عنهم أوزارهم وأثقالهم فهجروا الخلان وتركوا الأسباب فأفردوا أنفسهم لله عن الخلائق وانقطعوا إلى الله وأنسوا به وأثروه على ما سواه. ذكروا الله بالله ولله فعاشوا وماتوا بذكر الله ولقوا الله بذكر الله وتنزهوا عن اللذات واتباع الشهوات، إذ لا يصح للعبد أن يهتدي إلى معالم التوحيد ويهوي إلى كنف الفردانية إلا بصحة الانقطاع إلى الله، وهو مقام التفريد. وإليه الإشارة بقوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نفاهم عن الآيات الكريمة أن الذاكر الدائم إنما يتهيأ بحسن التبتل إلى الله. قال: نفهم من الآيات الكريمة أن الذكر الدائم إنما يتهيأ بحسن التبتل إلى الله تعالى وتبتل النفس عما سواه. فمن باع كل أنفاسه بذكر الله فذكر الله قيمة أنفاسه. فمن كانت همته قدسية وإرادته قدسية كانت قيمة همته وإرادته قدسية.
إذ, إذ, إذ قيمت كل مريد همته، فمن أفنى عمره في الغفلة واللذة واتباع الشهوات فقد أوبق نفسه. ومن كانت همته الخساسة فقيمته أخس من همته. ومن كانت همته ما يدخل في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. فإن لم تكن من السابقين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفردين، فكن ممن أسعد بحبهم وفاز بقربهم، إذ ذاك يلحق بهم الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. فإن لم تكن من المحبين فكن من محب المحبين، واحذر أن تكون الشقي المحروم بإيذائهم، لما روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروينا في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل هاد، والإيمان بالقدر.